كأنه بالمسطرة حافظ زوايا. شوف غلق الزاوية يا أخي، ترى الحارس اللي يغلق الزاوية بالطريقة هذه يحسسك أن الجول صغير. الدفاعي والتنظيم الدفاعي بالنسبه للهلال نفس ما شفنا الحاله اللي فيها ضعف دفاعي بالنسبه لفريق النصر. يعني لا جامي وعبد الله العمري تبحثون عن منو في خط ال 18 غير سافيتش غير متروفيتش. يعني المفروض انظاركم تبحث عن هاللاعب حتى لو ما كان في الارضيه، دائما تكونون قراب منه. في المقابل حتى دفاع الهلال على فكره اسمح لي، يعني لو مو بونو في حراسه المرمى كان النصر يتقدم اقل حاجه بهدفين في المباراه. صحيح. ليش؟ عباس اعطيته راسي استاذ. شوف استوب انا اخذت نص الفريق. صحيح نص الفريق. انا اخذت هاي الحاله خصوصا في الدقيقه 18 عشان اقول لك التنظيم الدفاعي الخاطئ على فكره. وهاي الحاله انا لاحظتها حتى في الاسيويه وحتى في البطوله اللي كانت في ابو ظبي بين الهلال والنصر وكذلك الاتحاد. تمركز دفاعي ما له مبرر، لا يمكن توقف خط دفاع بهاي الطريقه. عيد لي اياها مره ثانيه عفوا في اقل من 30 ثانيه. لا يمكن حامد، هذه ما تحصل في كره القدم. ليش؟ ما لان التامين الدفاعي واحده من اهم الامور، قراءه اللعب والتامين الدفاعي. شوف تخيل ما في تامين دفاعي بس بمسري يعني واقفين في مساحه اقل من 10 متر، الوسط وصانع اللعب والخط الدفاعي كله في مساحه اقل من 10 متر. لا يمكن هاي تحصل في عالم كرة القدم، لأن التنظيم الدفاعي يعتمد على شغلتين. شو معنى التنظيم الدفاعي؟ حالة غريبة جدا حامد، غريبة جدا. بس هني السؤال بمسري، الدفاع متمركز خطأ ومتقدم، وفي المقابل ما في اي ضغط من وسط الملعب. ترى وسط الهلال غايب تماما في النواحي الدفاعيه. هذه نحن نقول عنها اللي هو الساتر اللي امام خط الدفاع، اللي يحمي خط دفاعك، اللي يعمل عمليات الضغط واسترجاع الكره، او انه يمنع عمليه التمرير خلف المدافعين دائما في الضغط. بالضبط صحيح. الان نيفيز، سلمان الفرج، وخط الدفاع بالنسبه للهلال في هاي الحاله. طيب خليه يتكلم عن شوي عن بونو. تفضل. لا مو طبيعي حامد، امانه مو طبيعي بونو. يعني في اللحظات اللي يحتاجها، انت قلت النقطه التحول في الهدف. صح. في فرصه للنصر تحولت الى شوف غلق الزاويه. شوف غلق الزاويه يا اخي، ترى الحارس اللي يغلق الزاويه بالطريقه هذه يحسسك ان الجول صغير. كمهاجم تكون يتسكر قدامك الجول. يعني كذا فرصه، يمكن 3-4 فرص حقيقيه للنصر. لعب شوط كبير النصر لكن اصطدم ببونو. بونو صراحه طلع، كان ممكن النصر يطلع بهدفين او 3 في الشوط الاول، وهذا الموضوع متكرر مع الهلال. لكن الهلال عارف انه وراه يعني اخطبوط بصراحه. شوف كيف هذه كره كريستيانو رونالدو. شوف غلق الزاويه، مستحيل تقدر تسجل، مستحيل. لا مش طبيعي حامد، حارس كبير وفعلا العلامه الفارقه. لما يقول لك حارس نص الفريق، لا والله بونو اكثر من نص الفريق. هذا يسمونه في وسط وشمال اوروبا الليبرو الثاني. صح. اللي هو التقدم، خاصه بعد ما يعرف او يقدر المسافه والوضع بان المدافعين صاروا خارج اللعب والمهاجمين في موقف طيب للتسجيل. لكن حافظ الزوايا كأنه بالمسطره، حافظ زوايا الغلق 100%. برافو عليه بصراحه. اول تغيير متوقع ومن اللي شاهدناه مع نهايه الشوط الاول هو لودي اللي اثار الجدل صحيح بوجوده اساسي. طلع